بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لقد مر التاريخ السوري عبر قرن من الزمن بتحديات وتحولات عدة، فمن مرحلة الاستعمار إلى التيه السياسي، مرورا بالوحدة ثم حزب البعث إلى حكم الأسدين. وقد تحملت سوريا خلال هذه الحقبة أوجاعا وآلاما شتى، اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية ومعنوية وأخرى، فقد نهشتها الضباع وأوغلت في دمائها، ثم أتت الثورة السورية المباركة، ثم النصر المبين والفتح العظيم. أنقذت سوريا من الهلاك، أنقذت ولكنها مثقلة بالجراح، وهي اليوم في غرفة الإنعاش، تقف بين أيديكم فرحة لكنها جريحة متألمة، تناديكم لتقفوا جميعا متحدين متعاونين لمداواتها وتضبيط جراحها ومواساتها، وكلها ثقة بكم أنكم لن تخذلوها بعد اليوم ولن تغفلوا عنها، وستسهرون لحمايتها وبنائها وازدهارها. أيها السادة الكرام، إن سوريا اليوم دعتكم جميعا لا لتختلفوا بل لتتفقوا، دعتكم للتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم والأجيال اللاحقة بكم. إن الأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة تسطرونه بأناملكم وتبنونه بأيديكم وتعلمونه لأبنائكم. إن سوريا اليوم عادت لأهلها بعد أن سرقت على حين غفلة من أبنائها، فاحفظوا أمانتكم واحرسوا وديعتكم وأدوا الذي عليكم. أيها السادة الكرام، إن أعظم علاج لبلدكم اليوم هو الإحساس بها وبأوجاعها والشعور بها وبآلامها، فلك الله يا شام، لك الله يا شام. أعزائي الكرام، نحن أمة خلقنا أحرارا، تعلمنا في ديننا الشجاعة والصبر والكرم والأخلاق الحميدة، واستعملناها في كل نزال، فلسنا نجيد البكاء على الأطلال، ولسنا نجيد اللطم والعويل، بل نحن أمة العمل والجد، وإذا قلنا فعلنا، وإن ائتمنا أدينا، وإذا وعدنا وفينا بعون الله. نقتلع الشوك بأيدينا، نجابه الصعاب، نقتحم العواصف، نواجه ولسنا نلين ولا نستكين، فنحن أهل الشام، نحن أهل الشام،